السلام عليكم. معاكم مستر حسين فايد مدرس تاريخ وجغرافيا، بس لقيت ان الرياضه بتاكل عيش فحبيت اغير النشاط. في ناس كتير ما عندها مشكله مع الاسم، بتيجي مثلا تقول له في جدول الضرب اسم رقم على رقم فبيلاقي الموضوع صعب. النهارده احنا حبينا نبسط الموضوع. مثلا لو جينا نتكلم هنا 40 على 5. 40 على 5 مش صعب. هتشيل صفر وتضاعف العدد ده اللي هو الاربعه اللي هتضاعفها، شيلنا الصفر ونضاعف الاربعه بقت كام؟ بقت 8. نكتب هنا 8. يبقى 40 على 5 بقت 8. لو ضربت الخمسه في 8 هتديك 40. اللي بعدها 50 على 5. هتشيل الصفر ده، هتلغي الصفر ده وتضاعف الخمسه، هتضاعف العدد الاولاني العدد الثاني، ضاعفنا الخمسه بقت كام؟ بقت 10. نكتب 10. اصبح الخمسه في 10 ب 50. طيب تاني 70 على 5. هتشيل الصفر، هتلغي الصفر وتضاعف السبعه بقت 14. تكتب له هنا 14. لو ضربت 14 في 5 هتديك 70. طيب عدد كبير شويه 100 على 5. هتشيل اول صفر وتضاعف ال10. ال10 ده لما تضاعف بقت 20. هتكتبها هنا 20. لو ضربت ال20 في 5 هتديك 100. طيب كده الموضوع سهل، اسهل من الدراسات، عشان كده انا قررت اغير النشاط. طيب لو العدد بقى اوله 5، هناك كان اوله صفر شلنا الصفر، لو اوله 5 زي 45 على 5 هتروح حاطط هنا ايه الفاصله كده بقت 4.5. خليناها 4.5. هتضاعف ال 4.5 على بعض هو كام؟ 4.5 و4.5 9. 9 هتروح كاتب له هنا 9. لو ضربت الخمسه في 9 هتديك ال 45 اللي هي الاساسيه اللي احنا كنا كانت مكتوب. طيب تاني 75 هتحط الفاصله هنا بقت كام؟ 7.5. 7.5 و7.5 15. هتكتب له هنا 15. اصبح ان الخمسه 15 هتديك 75. طيب حاجه ثانيه 35 على 5. هتحط الفاصله بقت كام؟ 3.5. 3.5 و3.5 7. هتكتب له هنا كام؟ 7. يبقى الخمسه 7 ب 35. موضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي مشكله. وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه لو في ماده انجليزي بقى ان شاء الله. السلام عليكم.